يقولون أن الشيطان يكمن في التفاصيل، لكن في المكاتب المتلاعب هو اللي بيستخبى ورا طلب التفاصيل عشان يغرقك فيها. تخيل يا أستاذ يحيى إن ذكائك وقدرتك على تحليل البيانات هي اللي هتخلي متلاعب يرمي لك طعم من الأرقام والمعلومات الناقصة عشان يخليك تلف حوالين نفسك في ساقية من الحسابات، بينما هو بيخلص مصلحته من ورا ظهرك. تخيل يا أستاذي صاحب الشخصية اللون الأزرق إنك شغال على مشروع وقته ضيق جدا، وجالك زميل بملامح فيري سيريس ورمى قدامك تقرير مكلكع وقال لك يا يحيى الأرقام دي فيها حاجة مش مظبوطة، أنا مش واثق في حد غيرك يراجعها. أنت بذكائك وحبك للدقة فتحت التقرير ونسيت العالم كله وسهرت 3 أيام بتراجع في أرقام ومعادلات، لدرجة إنك ما خدتش بالك إن مشروعك الأصلي اتأخر عن موعد تسليمه، وإن صاحبنا ده أخد الشو واللقطة بتقريرك أنت، بس بعد ما عطلك كمان عن هدفك الأهم. الحقيقة إن التقرير ما كانش محتاج مراجعة، التقرير كان متاهة اترمت لك صممها عشان يسجن فيها عقلك ويعطلك عن هدفك. في الحلقة دي بنشوف إزاي المتلاعب بيستخدم التقدير الوهمي لذكاء الأستاذ يحيى، بيغرقك في تفاصيل ملهاش لازمة عشان يشتت انتباهك عن اللعبة الكبيرة، أو عشان يخليك محلل مجاني لخططه الشخصية. الثغرة عندك هي إثبات الذات من خلال الدقة. الأستاذ بتاع اللون الأزرق ما بيستحملش يشوف معلومة ناقصة أو رقم غلط، المتلاعب فاهم ده كويس وبيستخدم هوسك ده علشان يشدك بعيد عن الصورة الكاملة. أنت مش بتراجع علشان الشغل، أنت بتراجع عشان تثبت لنفسك وللكل إنك الأشطر. عشان نحمي الأستاذ يحيى من فخ التفاصيل ده هقول له فلترة الأولويات. اسأل نفسك الأول، هل المراجعة دي في صلب هدفي دلوقتي ولا ده فخ بيشتتني؟ تاني حاجة قاعدة ال80-20، مش كل البيانات محتاجة مشرط جراح، لا تخلص من الكمال ده. في طبق القاعدة بتاعت ان 80% من النتائج بتيجي من 20% من الأسباب. اعمل حاجة اسمها شك منهجي، شك ان ممكن يكون التقرير المطلوب منك ده علشان يثبتك ويشغلك. يا أستاذ يحيى المرة الجاية لما حد يطلب منك تبص بصة الخبير دي على ملف، قول له تحليلي ده ليه ثمنه وقتي اللي لازم اصرفه الاول على مشروعي الاول. خلص شغلك ابعت لي ملخص للورقه بتاعتك ده او للتقرير وانا هبص لك عليه. شوف الصوره دايما من فوق. يا استاذ يحيى عقلك ده جهاز جبار، ما تخلوش موتور لمركب حد غيرك. الغرق في التفاصيل بيخليك تخسر الحرب وانت لسه بتعد حتى الرصاص. دي كانت البدايه مع الاستاذ يحيى. استنوني الحلقه الجايه عشان نشوف وش مهم قوي اسمه الاخطاء المصطنعه، ازاي المتلاعب بيوقعك في غلطه متعمده عشان يكسر ثقتك في نفسك ويخليك دايما تحت السيطره. سلام.